صعيبة، صعيبة، والله لا صعيبة، ما لقيت منين نبداها، أقسم بالله. نبدا لكم من خديجة مولاة الحمام، لا نبدا لكم من أعمامها؟ نبدا لكم من خديجة. خديجة كانت بنت خديجة بنت إبراهيم، كانت واحدة البنية عندها 25 عام، لاباس عليها الدهوبات والمشاريع وكاع الحومة تعرفها وكاع المدينة تعرفها بلي لاباس عليها، حيت ملي كانت صغيرة وباها كيديها معاه ويدربها على داك الشي باش تجيري الرزق ديالو باش تمشيه. هاد خديجة كان كاين الوالد ديالها وكانوا 3 ديال عمامها كانت غير كما تقولوا غير مرة كتصادف معاهم. عند عمها اسماعيل مقابل غير الشراب، فيما راه شي بار والبنات اللي في البار راه معاهم. عمها العربي مقابل غير القمر والتيرسي، الفرنك اللي يطيح في يدو يديه للقمر والتيرسي. ايوا واحد عمها قاسم قال لهم رقدوا نغطيكم. عمها قاسم واش مقابل الحشيش قرقوبي الفانيد. هادو هما عمامها هجموا عليها كما هجموا على باها من قبلها، هجموا على خوهم عبد الرحيم وبقاو منوضين معاه الروينه وبقاو يجيو يهدوه. واجي نقول لك ما كان ما نقول لك مالهم. قال لك نعم سيدي، قالوا له ضحكتي علينا وديتي لنا الرزق ديالنا وديتي لنا الورث ديالنا بالفلوس طايحين، ديت علينا فواحد الوقيته شمتنا كليت لنا رزقنا. ولا هو ما كان لهمش رزقهم، هو الملك والعقار كان نازل، والحاجه اللي كانت كتسوى 5 المليون هذه 20 عام راه ما بقاتش تسوى 5 المليون، ولا تسوى 50 مليون. نتوما كلكم عارفين هذا الشيء. هما كانوا الله يعفو يستر مبليين، هو ما كانش مبلي. هو كان يمشي مع باه، يعاون باه، يخدم يدمر يجمع الفرنك على الفرنك، يتعلم من باه، واقف بجنب باه. فيما مشى باه راه معاه، فيما كان شي مشيرع حتى هو يطامى. مهم كان معافر معاه مقاتل مع الزمان، جمع دار دويرتو وتزوج واحد المرأة سميتها فاطمة، وما جاب لهمش وليدات، جلسوا سنوات طوال. عاد ربي رزقهم بهاد البنية سموها خديجة. ايوا هي هذيك. نهار اللي توفى باين عبد الرحيم، جد خديجة نهار اللي جاي توفى قال له ولدي خوتك 3 مبليين، وراك شتم الفرنك اللي كيطيح في يدهم كيدوه للبلية، الله يعفو علينا وعلى وليداتنا. قال له الوصية اللي نوصيك انت وخوتك، عيط لهم ونوصيكم. عيطوا لهم اجتمعوا، قال لهم الرزق ديالي راه ما يتفرقش من مور ما نموت، راكو عارفين حالك الموت وداك الشيء كلشي بقاو عليه وهبا وخبا ان شاء الله هذا الوالد. ايوا هو مات من هنا مسكين. هما ينوضوا بغينا حقنا، هذاك الشيء حلو لنا الله. الوالد ما كانش عابي، تعطينا فلوسنا مبليين. راني نقول لكم اسماعيل عطيها للشرابات، العربي عطيها للقمر، وقاسم مقابل الحشيش. مقابلين داك الشيء خصهم باش يصرفوا على البليه ديالهم، ما الفلوس ما عندهمش الربح يبقاو عند خوهم مجموعين، خاصهم فلوسهم يكونوا عندهم. عيا معاهم ناضوا معاه في الروينه وفي المشاكل. كيدير هذا عبد الرحيم قال لهم تاهتوا لقيناها، اش عرفتوا اش غادي ديروا؟ غادي نجتمعوا وغادي نقيموا داك الملك تاع بانا وغادي نعرضوه للبيع، والمبلغ اللي جابوا غادي نرد عليكم انا فيه، انا نعطيكم رزقكم، ما ناكلكمش، انا ما غاديش ناكلكم في رزقكم، بارا موصيني عليكم وموصيني على نفسي وموصيني على رزقه وعلى ملاكو. حنا ما غاديش نضيعوا داك الشيء، واخا ماشي شي حاجه كبيره ما غاديش نضيعوا، غادي نتحاولوا عليها. ايوا هي هذيك. قال لهم نشوفوا كل واحد شحال يجي في حقه وانا نرد عليكم، هي هذه نرد عليكم. ايوا داك الشيء اللي كان جابوا داك الشيء قيموه وجابوا الناس اللي كيفهموا في داك الشيء، عطاوهم المبلغ. قاسم واسماعيل داو فلوسهم كاش، والعربي ما قدوهش الفلوس. العربي قال له خويا
صبر عليا نبقى نقسم لك بالطرف 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 حتى نعطيك، تنكمل لك رزقك. وداك الشيء اللي كان كل شيء كان بالورق، الرسمية الثبوتية بالحجج بكل شيء، حيتاش الدنيا والزمان. ايوا هي هذيك، عطاهم رزقهم، هما مشاو بقاو عاطينها لدادا ومالي وتقرقي بالسطالي، بقاو ياكلوا دوك الفرينكات، كل واحد يصرف يا ما تصرف على البليه حتى كملوا الفرينكات على التالي. ايوا كيكملوا الفرينكات ولاو يخدموا عند الناس، يدبروا باش ياكلوا ولا باش يشربوا ولا باش يزيدوا عاد يصرفوا على الادمان ديالهم. بلي راه واعر، راه تالك ماشي تالك غير الانسان بوحدو، راه تالك العائله ديالو كامله، تالك والديه، تالك خوتو، تالك ولادو. فحضيو راسكم بلي تبدي غير بالوسوسه تاع الشيطان، بنادم يبين لك الربح وراه يضحك عليك، راه ما كان لا ربح لا استحمص. المهم ما نطولش عليكم، هي هذيك الناس ضيعوا فلوسهم، رجعوا خدامين بالنهار، خدامين عيانين، رجعوا نعم سيدي غي كاريين، وخوهم زاد توسع، وسع رزقه، بقى فيما راه شي حوينيته البيع يشريها، فيما راه شي دار يزيدها، سميتو شاري الحمام داير ويخدم فيه، وياخد مع هذه خديجة بدات تكبر، ماتت لها ميمتها، يعني بقات له غير ديك البنت. هو اش غادي يدير؟ قال انا ما نجوبوش، عندي هاد البنت الله يخرج على بركه، هادي ندربها ونعلمها تسير هاد الرزيق وهاد الامانه، حتى مول الامانه يدي امانته. داكشي اللي كاين، بقى يعلم في بنته، يعلمها حتى نهار قلت لكم خوتو دار عليهم الايام ودار عليهم الزمان، كلاو الرزيق ولاو كل مره يتهدوا عليه، كل مره يجيو يديروا له الحيحه، كل مره فلوسنا ما فلوسنا، كما دار معهم ما سلكش في التالي ولاو القضاء مجرجرينه في المحاكم، دينو ردينو، عطا الاثباتات ديالو، خرجوا كيتي زيرو، رزقهم الدواء واش بغاو يخطفوا. معاود الطمع، قلت لكم طاعون بنادم يبغي يهرف على حاجه ماشي ديالو. هم كيضيعوا فلوسهم وشوفوا داك الشيء غلا والعقار زاد وطلعوا داك الشيء، بغاو ياكلوها بارده. ما عليناش، وهذيك الفقصه كتمرطو ماتت، وزادو هما بقاو يجرجروا فيه، بقاو هكا يبهدلوا فيه قدام الناس، كون لاباس عليك ومرتاح ومستور، وهذا ويجيو خوت كيبهدلوا بك قدام الناس، راه ماشي سهله. وزادو بقاو يبهدلوا ويجرجروا فيه في المحاكم، طلع يا ما طلع، راكم عارفين المحاكم راه ماشي سهل باش طلعوا تنزل في المحاكم، بقاو دينوا ردينوا في المحاكم، هو صابر وفي التالي مسكين رحمة الله عليه، تا هو لحق باه، وكلنا لها كل شي غادي نموتو في التالي، رحمة الله على جميع الأموات. مات الموت اللي مات، حسابكم حشموه؟ والله ما حشموه، دفنوه من هنا ولا بنتو دفناتو من هنا وجاوها، قالوا لها ما عندكش خوتك ولاد، حنا نورثو في خونا، تعطينا حقنا، تقسمينا حقنا. جات خديجة قالت لهم اش من حق، انا با كنبيع لي كل شيء، ايه وشرا، ايوا روحوا تشوفوا الحيحة والروينة والتهديدات بالقتل حالة اللطف، يا ربي تعفو علينا. مهم شوهوا بيه اكتر ما كانوا مشوهين بسميتو بخوهم، هما خوهم وما عتقوهش وما رحموش يعتقوا عاد بنتو اللي عدولية. المهم ناضولها عاود نفس السيناريو، القضاء، الطعن في الوراق، هكذا الحيحة، الفضايح، الروينة، صافي البنت ولات تخاف تخرج بوحدها، عمامها دايرين لها الرعب، شنو خلوه للبراني تخاف. اذا ما كانش دوك الناس اللي يخدموا معاها في الحمام دات معاها وحده ولا جوج خرجت، راه ما تخرجش، كتسورت على روحها وتجلس في دارها وحدانيه مسكينه. وزيدون بقى كل مره يجي يخطبها واحد، خطبوها على زينها، خطبوها على رزقها وعلى فلوسها وعلى ورثها، وهي باها موعيها ومقرصها، ترفض، قد ترفض حتى لواحد المره ما بانتش خديجه شي يومين 3 ايام، عياو يسولوا، عياو دوك الخدامات يستناوها ما جاتش، كانت كتخبر عليهم نهار كاع، لك طرات يومين واش تخبر 3 ايام 4 ايام راه بزاف. ايوا هي هذيك اش غادي يديروا؟ ما يديروا، مشاو يطقطقوا عليها في الدار،
يدقدقوا اليوم يدقدقوا غدا يدقدقوا اللي بعدو، كان والو. بقاو يشمو هما والجيران اللي مشاو يدقوا عليها، بقاو يشمو واحد الريحه خايبه، قلت الله يحفظ تاع الجيفه يقولوا. علاش جانا نشموها غير هكا، راه القلب يهرب منها. ايوا من يشمو الريحه والسيده ما عرف شحال من نهار وهي غابره ما بانتش، واش غادي يديروا؟ مشاو عند البوليس. كي مشاو عند البوليس قالوا لها مكان السيده اختفت، السيده صغيره بصغرتها، راه يلا 25 عام وراه برزقها الحمد لله، لان ما خديجه كانت تخرج مزرزره ذوبات، كاع الناس يعرفوها، قلت لكم لاباس عليها، وعندها المشاريع، عندها الحوانت، عندها الحمام، عندها خيرات ربي. هي هذيك. جاو البوليس فرعوا الباب، دخلوا يلقاو السيدة ملأمنة أمانته، نعسة لنا موسيتها، مضروبة بالموس، مضروبة الدمويات. ايوا ما في دم غير بلغوا النيابة العامة وجاو مسرح الجريمة وجاو كدا داوها هي الطب الشرعي باش يديروا لها الجثة ديالها، يشوفوا كي طرات لها وكي صرات لها المخلوقة. بداو يستجوبوا الناس، يستجوبوا الجيران، حكاو لهم داكشي اللي حكيته لكم. قصة باه الله يرحموها عمامها، ما كانش اللي غادي يقتلها من غير عمامها. هنا الصدمة كيفاش عمك اللي خاصو يحضيك ويخاف عليك، وعلاش ربي عطاه الشرع، علاش ربي عطاه في الشرع انه يورث، باش هو يكون واخا حتى نتيا الدور بك الايام ولا تتلا بك، هو ولا خوك يهزوك، ما كانش خوك يهزك هو لانه عمك، لانه الرحم ديالك. ولكن معامن ولينا نشوفوا شي عمام كيبيعوا الولاد خوهم المرحوم، يبيعوا لهم الدار ويخليوهم عاملين. وانا شفت هاد القصه، شفتها في الواقع، شفت السيده مات راجلها، خلى لها 3 تاع البنيات وخلى لها الدويره، لوسها بحالها حيتاش لوستها اللي حرشته فيها، من بحالها بقات ترمم بدوك 3 تاع البنيات. اضطرت كي غادي ديري ما خدامه ما ردامه ما عندها صنعه، اضطرت تمشي تعاود تتزوج. واش تزوجت واحد خدام عند اللي يبيع الطيور، يعني طالب معاش. البنات الاولى زوجتهم، وهذيك التاليه مسكينه كانت معذبه. الله ياخذ الحق من عمها اللي باع لهم ديك الدويره اللي جامعتهم. ما عليناش، راكو شايفين حتى نتوما، راكو شايفين، واللي ما شافش مازال غادي يزيد يشوف بحال هاد الحالات في المجتمع. الله يعفو صافي لا يجعلنا منهم. المهم خديجه لقاوها مسكينه مقتوله، ديجا امها ميته، ديجا باها ميت، ديجا البنت مسكينه تخاف حتى تخرج لراسها، بدل ما عمامها كما قلنا هما يحاميو عليها، صدقوا هما مغولين عليها وهما باغيين ياكلوا رزقها. قلة العقل مصيبه، لو كانت تعاملوا معها غير بشويه كانت تعطيهم وتدور معاهم، ولو كانوا حنان فيها هي تحشمو هي تعاونهم. ولكن كاين شي ناس ما كيصبروش على رزقهم، كيبغيو يهرفوا على رزق الاخرين. المهم الطب الشرعي ملي خرجت النتيجه قالوا لهم مضروبه ب11 طعنه كبير بواحد الجنوي كبير، وال10 الاخرين طعنات صغار ماشي غارقين. فالبوليس عرفوا ان 2 اللي ضربوها ماشي واحد، 2. والشكوك فاش هي البنت ما كتمشي ما كتجي ما كتعرف حد، ما عندهاش علاقات اجتماعيه بزاف مع الناس براويه. هي هذيك بداو يشوفوا لا بيست نتاع عمامها، شوفوا في عمامها، يدوروا في عمامها، يحققوا مع عمامها. قالوا لهم والو حنا ما قتلناش، احنا فعلا هددناها، حتى كنا نهدو، راه عندنا داك التهديد غير بحال السلام عليكم بحال شرب الماء، وحنا غير هددناها صافي غادي نقتلوها. هي لا، يلا يستري الا مشيتي هددتي شي واحد وكان عنده الشوب واللي هددتيه وطرات فيه شي حاجه، راه انت الاول يجيبوك. والزينه هي اللي ما لقاوش مول الفعله، والله حتى تحصل فيها، وروح انت ضرب حبيبي وستنا حتى تفوت 5 سنين و 6 سنين ولا 10 سنين، ولا انت وزهرك واش لقاو داك مول الفعله ولا ما يلقاوهاش، ولي طرات وراه باقا طرا في المجتمع. ما عليناش. المهم ملي ضربوا على عمامها قالوا لهم حنا ما قتلناهاش، اشنا هو الدليل ديالكم؟ خصكم تعطيونا الدليل باللي نتوما ما كنتوش في هذا، باللي ما كنتوش في مسرح الجريمه. السيده راه تقتلت مع 2 تاع الليل، كيفاش نتوما
ما قتلتوهاش، عطيونا الإثبات، حجة الإثبات، نتوما راكم كنتو كتهدوها والناس كاع شهدت، الجيران كلشي شهد بلي نتوما اللي كنتو كتهدوها. قالوا لهم حنا ما كناش في كازا، حنا مشينا لتازا، راه السيد كان لافامي بعيد وراه كان عرض علينا ومشينا عندو لتازا، كان عندو العرس. مشيتو لتازا نتوما بثلاثة؟ قالوا له قالوا لهم حنا مشينا بثلاثة وراه حنا كنا في العرس، مشينا يومين قبل ما تموت البنت وجينا نهار من مور في الوفاة ديالها، ما قتلناهاش. ايوا حقوا معاهم مليح مليح، جابوا لهم الشهود اللي كانوا في العرس، جابوا مول العرس، قال لهم راهم جاو وني شديتهم عندي وكذا 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 وكذا، راهم كانوا عندي نشهد لوجه رب العالمين انا كانوا هاد الناس كانوا عندي في تازا، ما يمكنش من تازا يجيو حتى لكازا ويقتلوا ويرجعوا، راه لا كيلومترات ماشي كيما اليوم الطياره، حتى اليوم كنت تمشي في الطياره راه سميتو راك تكون مديكلاري، ما عليناش. صافي البوليس من سميتو من عرفوا عمامها كانوا في تازا وكانوا في العرس والبنت ما عندهاش اعداء والبنت ما دايره والو كدير غير الخير كيف كيباها المرحوم، عرفت لهم هادو عمامها باينه صيفطوا لها شي واحد، هذه هي الفكره اللي جاتهم، صيفطوا لها شي واحد صفاها لها باش يبقاو هما بعاد، باش هما ما يبانوش في الصوره. ولكن كي غادي نديرو نشدو عليهم الدليل، هما اللي غادي يورثوها من تقتلت البنت، هما اللي يورثوها، هما ثلاثه غادي يورثوها، هما درك يورثوا رزقها اللي هو رزق باها. ايوا هي هذيك، هما عاد هكذاك خاصهم يلقاو الطريقه. وهو يجيهم واحد السيد، قال لهم انا راني استنيتكم تفكوا القضيه، ومن ما فكتوش القضيه راني سمعت بلي عمامها ما كانوش هنا، كانوا في العرس، وبلا راكو باقيين ما لقيتوش شي واحد، انني لاحظت واحد الحاجه وغادي نقولها لكم. قالوا له شكون انت؟ عرفهم على راسو، قال انا عندي المحل غير شويه قريب لسميتو، قريب لهذا تاع خديجه الحمام. قال لهم راه قبل ما تتوفى وقدا راه عندي واحد السيد راه يخدم عندها في الحمام، راه جا عندي وراه طبع واحد جوج سوارت، هذوك السوارت انا نعرف سوارتها، دوك السوارت ديالها راه طبع جوج وداهم. قالوا له شكون هو؟ قال لهم خدام في الحمام، هاكي داير هاكي داير هاكي داير، عطاهم النعت ديالو. ايوا مشاو فعلا هاو احمد. شكون هذا احمد؟ نعم سيدي هذا احمد خدام عندها في الحمام، ويبات داك الحمام عنده شي 25 عام، جا مشي مدينه اخرى لكازا يخدم، ما لقاش الخدمه، بقى يدور في الشوارع تاع كازا، بقى ينعس الزناقي. شي نهار تصادفات معاه، حكالها شفها جابتو يخدم عندها في الحمام، يخدم هكذا يحمي دير الحطب باش يحميو الماء، يتسخر لها، تصيفطو شنو عندها شي قضيه يجيبها لها. هي هذيك اللي كانت كتعامل هذوك الناس اللي خدامين عندها في الحمام، هما اللي حكاو. قال لهم ودي كانت كتعامل معاه بحال خوها، كذبوش على الله، قال لهم راه كانت كتعامل معاه بحال خوها وما كانتش تخسر له، خلاتو يبات في الحمام وكتخلصو رزقو كتعطيه له. ايوا هي هذيك جابوه قالوا له السيد راه جا وراه قال لنا راك صايبتي عنده السوارت، قال انا ما صايبت عنده بوسوارت، هادشي ما كاينش. ولاو عاوتاني حقه، سولو دوك النساء اللي خدامات معاه، قلت لكم راه ما كانتش كتحرك بلا دوك النساء، دائما معها وحده ولا جوج في كل حركاتها. قالوا لهم واه داكشي راه بصح، راه عطاتو الساروت عطاتو غير واحد نتاع الكراج، قالت له خرج لي عليه، وراه كانت موالفه تعطيه السوارت تاع الدار، من يمشي يدخل الصخره تكون هي معنا في الحمام، يمشي يدخل الصخره يحطها في الدار، كانت كتثق فيه وكتعامل معاه بحال خوها. قال لهم هذاك الشيء اللي كاين، قال لهم انا كانت تعامل معايا بحال خوها وكانت تهلا فيا وخلاتني نبات وراني حكيت لكم هذا الشيء، ولكن انا ما ديتش شي ساروت. فين كنتي؟ قال لهم انا كنت، انا عندي مسميتو، انا عندي هذيك 12 تاع الليل كيجي واحد السيد كيريح معايا، كنطلعوا للسطح، كتكونش ديك الساعه الخدمه، كنطلعوا للسطح كنكميو وكنبقاو جالسين فوق السطح نقصروا ويمشي لدارهم وانا ننعس.
شكون هو هاد السيد؟ فلان الفلاني، فشي عمر شي 32 عام، صاحبي، إوا راهم ناويين يجيبوه. مول السوارت شهد فيه، النسا شهدو فيه، هو راه ينكر. كون قال كون جاتهم عادية شوية، ينقص شوية الشك بصح كينكر. واجهوه مع مول السوارت، قالو جيت عندي وهاكي داير الساروت، وها شحال خرجت عليه، هاكي داير ها فوقاش. واجهو. هداك تلف، هدا أحمد تلف، بقى يبتبت، بقى يدخل يخرج في الهضرة. بوليس قالولو غير تعاون معانا.